تبدو وكأنها تطبخ على نار هادئة. طريقة جديدة حديثة العهد لمارسيل كولر. 3-5-2 قدر يفوز على مودرن سبورت ويواصل مطاردة بيراميدز على الصدارة، لكن شفنا أداء النادي الأهلي متغير في شياكة في لياقة، خصوصا الشوط الأول. اختار مارسيل كولر إن هو يلعب بثلاثي في الخلف، رامي ربيعة في القلب، على يمينه محمد هاني وعلى شماله أحمد العش. في خماسي على الدايرة بيتكون من مروان عطية، عمرو السولية، قدام منهم قفشه، ناحيه اليمين حسين الشحات، ناحيه الشمال كريم الدبيس. 2 في الامام جريديشار اللي بيعلن عن نفسه ان هو مهاجم قناص، جنب منه امام عاشور المهاجم الثاني اللي احرز هدفين، اللي اخد رجل المباراه عن جداره، اللي كل يوم برضه بيثبت ان هو لاعب من عالم اخر. اختار مارسيل كولر هذه الطريقه بيطبخها على نار هاديه. هو عايز يلعب باتنين مهاجمين، وسام وجريديشار، وتحت منهم امام عاشور. طب وبن شرقي هتوديه فين؟ هحشره برضه في وسطهم. النادي الاهلي حسيت ان هو بقى ريفريش عن الفتره الاخيره. كل اللي حصل ان بس اتغربل، في لعيبه دخلت زياده، في حكايه جديده بتطبخ في تاريخ النادي الاهلي مع مارسيل كولر بنسخه مرعبه، بفريق احلام. هتشوف النادي الاهلي هيوصل فين. النادي الاهلي هذا الدوري نتمنى ان هو ما يضيعش اي نقطه، لان النقطه اللي هتضيع في الدوري ده انت مش هتعرف تعوضها تاني.